اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ومرحبا بكم كامل في قناة نسيم الروح للطبخ والحلويات، وإن شاء الله يلاقيكم هذا الفيديو كامل في أحسن الأحوال. اليوم كما راكم تشوفوا رايحين نديروا مع بعض وصفة الجبن ولا الفرماج في الدار. الوصفة هذه كاين بزاف في القنوات في اليوتيوب يقول لك بلترة تاع حليب تخرجي كيلو تاع جبن، وبزوج لترات تخرجي بها بدون تاع فرماج. درك نجربوا الطريقة ونشوفوها اذا صح كاينه منها ولا لا. واللي حابه تعرف طريقه التحضير تاع الجبن نقولها تبعي معايا الفيديو للاخير وفرجه ممتعه للجميع. ونبداو على بركه الله بطريقه التحضير. لهنا جبت البرمه حطيت فيها لترتين، وهذه اللتره الثالثه اللي رايحه نزيدها يعني 3 شكاير تاع حليب درتهم في البرمه، ونروحو نفيضوهم كيف كيف. وبالنسبه للحليب البنات اذا كان عندكم الحليب الفاسد ولا كما نقولوا الرايب ديريه، اذا ما عندكش تقدري تفيضي الحليب تاعك وديري فيه شويه من الخل وخليه شويه، خليه وقتك واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق يبدا يتكلل الحليب هذاك كما راكم تشوفوا فيه لهنا بدا يتكلل. نزيد له درك شويه تاع خل ونخليه. كما راكم تشوفوا هذه هي الكميه تاع الخل اللي باش الحليب نتاعي يتكلل مليح. وتقدري تزيدي له حتى عصير تاع القارص. خليته مده شويه هكا ومن بعد رايحه نصفيه. كما راكم تشوفوا الحليب تاعي لهنا ها بدا يتكلل ولا يخرج الجبن تاعو. رايحه نجيب الصفايه ونصفي الحليب نتاعي، نخرج الجبن هذاك اللي من الفوق ونخلي الماء هذاك اللي من تحت. بالنسبه للماء هذاك البنات تقدروا ديروا به الخبز ولا ديروا به المطلوع ولا خبز الدار، المهم انواع المخبوزات تقدروا ديروهم. لنا بعد ما خليت الفرماج تاعي يكثر مليح جبت حطيته في اناء كما راكم تشوفوا، زدت له رشه تاع الملح ونص مور كبيره من الزبده ولا المارغرين. وبالنسبه للفرماج اذا عندك هذه القطعه الكبيره تقدري تزيديها، اذا ما عندكش ديري 6 قطع من المثلثات. انا له درت القطعه الكبيره هذه ودرت زوج من المثلثات. وبالنسبه للثوم تقدري تزيدي ديري زوج فصوص تاع ثوم. انا هنا الفرماج هذاك الكاري متبل بالثوم. رايحه نجيب الميكسور نحاول نضربه مليح باش يذوب كامل هذاك الجبن ولا الفرماج والمكونات كامل يتخلطوا مع بعضهم. لنا اذا جاك يابس شويه تقدري تزيدي له شويه من الماء اللي كنا صفيناه. اذا حبيتي الفرماج تاعك يجيك سايل بزاف تقدري تزيدي كميه شويه كبيره من الماء، اذا حبيتيه يجيك شويه جامد زيدي كميه قليله من الفرماج. لهنا نبقى نميكسي فيه مليح حتى يولي القوام تاعو ارطب. هذا هو القوام تاع الفرماج اللي تحصلت عليه. كما راكم تشوفوا فيه قوام شويه جاري نوعا ما. لهنا راح نفرغه في بواط ونخليه حتى يشد روحه. انا لهنا خليته من الصباح حتى نص نهار، يعني رايحين نلقاوه شاد روح ما يبقاش بهذا القوام. نغطيه وندخله للثلاجة ونخليه حتى يتماسك مليح. الفرماج نتاعنا لهنا راه واجد، درك نشوفوه كيفاه جانا القوام تاعو. كما راكم تشوفوا فيه شد روحه، ودرك نطلي به مرسو تاع كسرة ونشوفوا كيفاه جانا. هذه هي الكميه نتاع 3 لترات تاع حليب ولا 3 شكاير تاع حليب. خرجت لي الكميه هذه ما تلحقش 700 غرام.
يعني بالنسبه اللي يقولوا بليطره تاع حليب تخرج لنا كيلو تاع فرماج وزوج لترات تخرج لنا بدون، هذه ما كاش منها طول، انما الا اذا يزيدوا فيهما اضافات كيما نشا ولا فرينه ولا ما نعرف، الله اعلم. انا المهم ما زدت في حتى اضافات، هذه هي الكميه تاع 3 شكاير خرجت لي الكميه هذه. هنا وصلت لنهايه الفيديو، ان شاء الله الفيديو هذا ينال اعجابكم. ما بقى لي غير نقولكم دمتم في رعايه الله وحفظه، تهلاو في رواحكم، والى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.